السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة منوعات أم كنوز. مرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم تشيز كيك المعتمد عندي، يعني واحد تشيز كيك بمقادير بسيطة سهلة، واللي زوين فيه هو أنه سريع التحضير وأي واحد ممكن أنه يحضره في دقائق قليلة جدا. إذا على بركة الله غادي نتقاسم معكم الطريقة باش حضرته والمقادير اللي استعملت فيه. على بركة الله، أول حاجة كنستعملوه في التشيز كيك هي البسكويت، يعني طبقة البسكويت. ضروري أننا نحضروها بشكل جيد وبطريقة ناجحة. إذا أول حاجة خصنا نختاروا البسكويت اللي كيعجبنا. أنا البسكويت اللي كيعجبني هو هذا، تيكون فيه نسبة قليلة من السكر. كناخدو كنقسموه على جوج كميات. الكمية الأولى كنطحنها مزيان كتولي عندي بحال الدقيق، والكمية الثانية حتى هي كنطحنها ولكن كنخلي فيها حبيبات رقيقة جدا من البسكويت، يعني باش تكون ديك القرمشة. اذا كيف قلت لكم كنطحنوا هاد البسكويت بشكل جيد. من بعد كنضيفوا كمية تقريبا، عندي هنايا نصف كأس ديال الزبدة الحيوانية المذابة. كنوضعها فوق البسكويت المطحون وكنعجنها بيدي مزيان حتى كنحس بان ممكن هذا البسكويت هذا يشكل ليا طبقه متماسكه. اذا باش نعرف هاد الطبقه واش غتكون متماسكه ولا لا، كناخذ واحد شويه كنوضعوه في اليد ديالي وكنشوف واش غادي يدير ليا طبقه متماسكه ولا لا. من بعد غادي نقوم بوضع هاد الخليط هذا او هاد البسكويت هذا في المول اللي غادي ندير، وغادي نبسطو مزيان باليد ديالي. من بعد غادي نستعمل الملعقه. اذا من بعد ما كنحصل على سطح مستوي كندخل البسكويت للثلاجه باش يشد راسو مزيان. الان غادي نحضروا الطبقه الثانيه ديال التشيز كيك اللي هي طبقه الكريمه. اذا هنايا غادي نستعمل لا كريم شونتيي. انا كنخدمها بلا كريم شونتيي ايديال. غادي نخدمها بكأس كبير ديال الحليب بارد، ضروري انه يكون بارد مزيان. غادي نبقى نطرب هاد لا كريم هذه حتى تتماسك مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليها علبه ديال الجبن.
من بعد ما طلعت لي لا كريم شونتيي مزيان وضفت عليها الجبن، هنايا غادي نزيد اللوز محمر ومهرمش مزيان، حيتاش انا الطبقه بغيتها تكون مقرمشه. وغادي نضيف عليها قطع صغيره من الشوكولاته. يعني كل واحد عنده حريه الاختيار انه يضيف المكسرات اللي بغا. انا هنايا ضفت هاد كيف قلت لكم اللوز محمر ومهرمش وقطع صغيره من الشوكولاته. اذا المرحله ما قبل الاخيره غادي ناخذ هاد لا كريم هادي وغادي نوضعوها في المول ديالنا من بعد ما شفنا ان الطبقه الاولى ديال البسكويت جمدات مزيان، يعني البسكويت شد فراسو مزيان. من بعد ما اننا نوضعوا الخليط غادي ندخلوه للثلاجه واحد ساعه على الاقل، يعني يتماسك حتى هو ويشد فراسو مزيان، من بعد ننتقلوا للطبقه الاخيره. اذا من بعد ما شفت ان التشيز كيك شد فراسو مزيان وبرد مزيان، غادي نضيف عليه الطبقه الثالثه اللي هي عباره على كريم كراميل دانيت. يعني اختاريت انني نستعن بهذا الدانون ديال كريم كراميل واجد، يعني نختصر الوقت ونختصر الجهد بما انه موجود وثمن رخيص، علاش لا ما نستافدش منه. ممكن انكم توجدوا في الدار الكاناش ديال الكراميل او الكاناش ديال الشوكولات، طريقه سهله جدا، ولكن لما لا اننا نوفر على راسنا الجهد والوقت ونستعنوا بهادشي اللي موجود مره، حيت بعض المرات كنبغيو اننا نوجدوا تشيز كيك اي حاجه تنبغيو نوجدوها في الدار وكنبغيو نستعملوا دي غاناش واجدين، يعني لما لا نوفروا على راسنا الجهد والطاقه كيف قلت. اذا هنايا وضعت جوج ديال كريم كراميل، كفاوني غير جوج وصافي. يعني كنزوق بداكشي اللي بغيت، يعني كنزين بداكشي اللي بغيت. انتم غادي تتبعوا معايا وغتشوفوا. اذا في هذه الاثناء هذه كنحاول انني نحيد المول، حيتاش بغيت هاد الكاناش هذا يكون هابط مع الجناب ديال التشيز كيك. كيعجبني هذاك الديكور ديال الكاناش كيكون هابط في الجناب ديال الكيك ولا ديال التشيز كيك. كاين اللي كيخلي ما كيحيد المول حتى تدخل التشيز كيك للثلاجه وتجمد الطبقه الثالثه عاد كيحيد المول. ماشي مشكل، كل واحد والديكوراسيون اللي كيفضل يدير. من بعد غادي نقوم بتزيين هاد التشيز كيك. استعملت هنايا الشوكولات، حكيت شويه ديال الشوكولات وهرمشت شويه ديال البسكويت اللي استعملت في التشيز كيك في الطبقه الاولى ديال التشيز كيك، وغادي نزينو بهذه الطريقه هذه. هنا عندكم حريه الاختيار انكم ديروا اللي بغيتو. اذا هذا هو التشيز كيك ديالنا، كنتمنى انكم تجربوه وتجاوبوني في لي كومونتير كيفاش جا، كيفاش صدق معكم. جربوه على حسابي، يعني اي واحد واخا ما يكونش كيعرف زعما هادشي غادي يجربوه في اول تجربه غادي تصدق معها، غادي يصدق معها اكيد. شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم على البارطاج، شكرا لكم على الدعم، وكنتمنى انكم تعطيوني رايكم ولا الاقتراحات ديالكم في الفيديوهات اللي تبغوا تشوفوا ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.